ازيكم عاملين ايه؟ بما اننا هنبدا البوستس من الاول خالص بقى، فهنبدا من اول رحله الحمل. اول ما بتعرفي ان انت حامل بتطمني على البيبي، تروحي للدكتور، كل حاجه بتبقى تمام. بنبدا ان احنا نتهيأ نفسيا للفكره ككل. لسه مش متخيله الفكره، لسه مصدومه شويه، مش قادره احس ان انا ايه ده هبقى ام كمان كام شهر، مش قادره ان انا اتقبل الفكره. اللي بيساعدنا ان احنا نتقبل اي موقف جديد حصل في حياتنا، ان احنا نتابع تطوراته، نتابع الخطوات بتاعته. فانا هبقى عارفه مثلا ان انا اول شهر ده همر بواحد اتنين تلاته، تاني شهر هيكون واحد اتنين تلاته، من حيث بقى تطور النونو هيبقى عامل ازاي، من حيث انا عاني من ايه، من وجع ايه، وابدا اسجل اي حاجه غريبه عليا او لسه مش عارفاها في نوت، او اسجلها على الموبايل، اي حاجه. طيب ايه فايده ان انا بهيئ نفسي لحاجه انا لسه ما دخلتش فيها؟ فكره ان انا عارفه ايه اللي هيجرى لي الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، وهكذا. ده بيخليني نفسيا مطمنه، حاسه ان انا عارفه ايه اللي هيحصل بالظبط، عندي فكره. مهم كمان وانا بختار دكتور يكون كويس بيدعمني نفسيا، باخد وقتي تماما وراحتي تماما في الكشف لحد اخر وقت، بسال كل الاسئله اللي انا عايزه اسالها من غير ما يحسسني انه بترغي في الفاضيه يعني. لا، انا عندي اسئله فعلا ومحتاجه لها اجابات علشان اكون مطمنه، عشان اكون مرتاحه. حتى لو الاسئله دي كتير اكتبيهم، انا كنت بكتب في نوت في الموبايل بحيث ان انا ما انساش اي سؤال فيهم. دمتم اشطر ماميز.